يسعد اوقاتكم، معكم الشيف فادي. اليوم رح نعمل مع بعض اطيب وصفة سجق بالعالم بمكونات كتير بسيطة. مثل ما شايفين المكونات عبارة عن نصف كيلو لحم غنم مفروم ناعم، او فيكم تستخدموا ربع كيلو غنم وربع كيلو بقر بنسبة دهن 20%. وعندي هون معلقة طعام دبس فليفلة، معلقة صغيرة توم مفروم ناعم، ومعلقة صغيرة حلبة، وعندي ربع معلقة صغيرة أو نصف معلقة صغيرة فلفل أسود. هدول كل المكونات اللي بنحتاجهم. وهلأ تعوا معي على طريقة التحضير. هلأ هون بمقلايتنا شغلنا الغاز، ضفنا شوية زيت نباتي بهالشكل، ننتظرهم ليسخنوا شوي، وبعدين بلحمتنا شوي شوي. بهالشكل كمية للي بدكن اياها، ما في اي مشكلة، يعني شيء اختياري. هيك هلا ضفنا كل الكمية مثل ما شايفين. ننتظر شوي وهلا بعد ما انتظرناهم شوي واستووا معنا نصف استواء، بدنا نضيف الثوم المفروم ناعم وبنقلب فيهم شوي. وصفتنا صارت جاهزة تقريبا، بلشت تطلع روائح يا جماعة ولا أروع من هيك. يا سلام، هاي الطريقة الأصلية، الطريقة الأصلية القديمة. طبعا في طريقة تانية للسجق، تمام، لعمل السجق، ولكن نشتغلها بفيديو تاني. ولكن الطريقة الأصلية والأطيب هي هاي الطريقة. هلا بدنا نضيف دبس الفليفلة كمان، بنقلب شوي. انا ليش عم ضيف شغله لانه الحلبة لازم تنزل اخر شي. طبعا دائما بيكون في سر بكل طبخة، بكل وصفة بيكون في سر. الحلبة ضروري تنزل اخر شي. فلفل اسود كمان بنقلب شوي. هلا قبل ما نطفي الغاز بنصف دقيقة بنضيف الحلبة حتى ما تعطي نكهة مرار، تعطي نكهة مرار لأنه شوي إذا بتضيفوها من البداية. وطبعا في أسرار كتير، ولكن بنحكي بكل وصفة في أسرار كتير، ولكن بنحكي فيها بكل وصفة بوصفتها. هيك هلا صاروا معنا جاهزين، روائح عم تطلع بتشهي. ولكن هلا مجرد ما ضفنا الحلبة هون الريحة، شم ولا لو انتم موجودين معي، ريحة ولا اروع من هيك، شي بجنن. يا سلام يا سلام. وطبعا ما ننسى نضيف رشة ملح خفيفة، لانه دبس الفليفلة بيجي فيه ملوحة، فما بدكن ملح كتير، رشة خفيفة حسب الرغبة. هيك وصفتنا صارت جاهزة. هلأ طفينا عليهن، وعندي هون خبزة الفينو. مباشرة بدنا نضيف كمية هاي اللي بدكن اياها بهالشكل. وعندي مخلل خيار مقطع، نضيف الكمية كمان بهالطريقة مباشرة هيك وعلى السخان مباشرة. ننتظر عليها دقيقتين وبتصير جاهزة. هاي السندويشة شو بدها يا جماعة؟ تعوا معي لكم. وهلأ تعالوا معي على أحلى فيو لندوق أطيب سندويشة سجق بالعالم، طبعا مع كاسة لبن عيران أساسية. بسم الله. يا أخي ليش أنا بفضل هالسندويشة؟ والله شي خيال. هاي الوصفة لازم تجربوها. هذا الطيب وصفة خيال، لازم تجربوها. هاي كانت وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. لا تنسوا تعملوا لايك وشير واشتراك بالقناة. بشوفكم بالحلقة القادمة.